جناش الحشوات بتاعة الكيك بطريقة ولا اروع وبمكونات بسيطة جدا، هتطلع معاكي بالجمال والحلاوة دي وبتلمع وطعمها ولا اروع، والمقادير مظبوطة جدا وهيطلع معاكي احلى جناش. جربيها ومش هتندمي. معايا كوباية حليب واحدة بس، 30 جرام كاكاو، و30 جرام كريم شانتيه خام، 30 جرام كاكاو خام و30 جرام كريم شانتيه خام، وهقلبهم مع بعض واسيبهم. معايا باكو شوكولاتة خام 200 جرام دارك، وممكن حليب على حسب ما انت بتحبي. ده دارك باكو 200 جرام، وباكو 200 جرام من الشوكولاتة البيضة الخام برضو. هنحطهم على بعض، بنكسرهم كده، ده لازم علشان يسيحوا بسرعة، يبقى سهل ان احنا نسيحهم. هنرفع على النار كوباية اللبن والكريم شانتيه والكاكاو، هنرفعهم على النار. لما يدوبوا كويس قوي هبدأ اضيف 30 جرام زبدة، يبقى عندي 30 جرام كاكاو، 30 جرام كريم شانتيه، وهضيف لهم 30 جرام زبدة. لما يترفعوا على النار على كوباية الحليب واحدة بس. هنا دي ضفت عليها ظرف نسكافيه، وده حسب الرغبة، يعني انت عايزة تضيفي ضيفي، مش عايزة تضيفي ما تضيفيش، ده بس زيادة النكهة بيخلي طعم الجناش رهيب رهيب. هنا ضفنا نص الشوكولاتة وهو على النار، وطفينا عليها وقلبناهم لغاية ما ساحوا، وبعدين ضفت النص التاني من كمية الشوكولاتة اللي هي 200 جرام شوكولاتة دارك و200 جرام ابيض، وهدوبهم لغاية ما يدوبوا كويس قوي، وهسيبهم لما يبردوا. اول ما يبردوا هيدينا الشكل والقوام ده. ممكن تسيبيهم في التلاجة، ممكن تسيبيهم برا التلاجة، على في الشتاء بيتسابوا برا التلاجة عادي، في الصيف لازم يبقوا في التلاجة. انا هستخدمها كحشو للكيكة، كيكة شوكولاتة، فانا ضفت عليها ظرف كريمة لباني وضربتهم. ظرف الكريمة اللباني مع ضرب الجناش بيدي